مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم من نشرة أخبار الفضاء الإريترية لهذه الفترة، يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. إشادة بالمشاركة الشعبية في التنمية بمديرية تسنيم. تنظيم انتخابات إدارات الضواحي في ابن حيلي وميعيني. تطور الخدمات الصحية في بلدة منشب بمديرية شعب. الرئيس الإيراني يزور روسيا في يناير لتوقيع اتفاقية التعاون الشامل. الصين تندد بتصريحات وزير الدفاع الفلبيني بشأن نشر صواريخ أمريكية. والصين تدشن أكبر سفينة برمائية في تاريخها. مرحبا بكم. العناوين إلى التفاصيل. قال مدير مديرية تسانية سيسيوم غبريسوس في الاجتماع الذي عقده لممثل الشعب يوم 26 من ديسمبر أنه سيتم العمل على تعزيز المشاركة الشعبية الجيدة في برامج التصدي الموحد، ودعا المزارعين على العمل لتمهيد أراضيهم الزراعية للحصول على إنتاج وفير، مناديا الإدارات والشعب إلى العمل الجاد للسيطرة على حوادث الحرائق في مدينة تسانية والأرياف. وأوضح المدير التنفيذي في إدارة المديرية سيد تسفازقي عقبازقي تنظيم انتخابات إدارات الضواحي ولجان القرى للدفع بدور المجتمع في برامج التنمية واتخاذ خطوات للحد من حوادث السيول. وتم توضيح في الاجتماع زراعة مساحة 22122 هكتارا من أراضي الزراعة المطرية وحصاد 178955 كنتال هذه السنة، بالإضافة إلى إنتاج أكثر من 76 ألف كنتال من الخضروات وأكثر من 18 ألف كنتال من الفواكه، مشيرا إلى أن زراعة الطاف كانت مشجعة. كما ذكر الاجتماع السيطرة على الجراد الذي ظهر في بعض المناطق بمشاركة الشعب والجيش، واقترح المشاركون إيجاد حلول لمشكلة المياه والاهتمام بمكب النفايات في المدينة وتوفير الجرارات في الوقت المحدد خلال الموسم الزراعي. أجريت في مديريتي ابن حيلي ومعين انتخابات إدارات الضواحي في الفترة من 18 وحتى 27 من ديسمبر، وقد جرت الانتخابات في 16 إدارة ضاحية في ابن حيلي، حيث تم انتخاب 32 إداريا بينهم 14 امرأة و168 من لجان القرى. أوضح مدير مديرية ابن حيلي بالإنابة السيدة ترحاس فغادو أن أنشطة التوعية بإجراءات الانتخابات المنظمة مسبقا قد سهلت من العملية الانتخابية. كما جرت الانتخابات في 12 إدارة ضاحية في مديرية مايعيني. وأشاد مدير المديرية بالإنابة السيد كفلة منقس بالمشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات. أفاد مسؤول المركز الصحي في منشب بمديرية شعب الممرض إدريس موسى بأن سد احتياجات المركز الصحي من الكادر الطبي والمعدات مكن من توسيع خدمات العيادة، وأشار إلى تقديم خدمات رعاية الأمومة والطفولة والتطعيم وعلاج ومكافحة الأمراض المعدية إلى جانب التوعية بالوقاية من الأمراض المعدية والحميات. من جانبه أوضح مسؤول المؤسسات الصحية في مديرية الشعب الممرض زينا قبر دنقل أن التعدين التقليدي الجاري في المناطق النائية يتسبب في حدوث مشكلات صحية، كما يشكل ضغطا على المؤسسات الصحية، مناديا الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. هذا ويوجد في مديرية الشعب مركز صحي في منشب وعيادة في وقيرو وثلاثة نقاط صحية في وقريتت ودقابة وقدقد. نظم فرع الزراعة في مديرية نخفة دورة تدريبية حول تقنيات تربية الدواجن وإدارتها ورعايتها ل80 مزارعا بينهم 65 امرأة من إدارة ضاحيتي موع وأبيلو. كما تضمن التدريب الذي قدمه خبراء الثروة الحيوانية أهمية إصلاح البيئة ومكافحة الأمراض. وقال مسؤول الزراعة في المديرية السيد محمد صالح محمد علي أن البرنامج يعد استمرارا للدورات التدريبية التي يتم تقديمها من وقت لآخر لتحسين معيشة المزارعين. في غضون ذلك نظم مكتب الزراعة في إقليم شمال البحر الأحمر تدريبا لمدة أسبوعين حول تغذية الأم والطفل ل39 معلما في مرحلة التعليم التمهيدي، وكذا الأمهات الشابات في مدينة مصوى والأعضاء الجدد في مكتب الزراعة بمصوى. وقال منسق مشروع التنمية الزراعية المتكاملة في الإقليم المهندس سلمون والميكائيل أن التدريب المنظم من 11 وحتى 24 من ديسمبر يأتي في إطار جهود وزارة الزراعة لإعداد الأغذية المتكاملة من المحتوى الموجود عن قرب. وذكر في مناسبة التخرج بأن البطاطا الحلوة وغيرها من الخضروات والفواكه والحبوب ذات القيمة الغذائية العالية يجب أن تكون جزءا من النظام الغذائي اليومي للأمهات والأطفال.
تنظم هذه الأيام أنشطة ثقافية ورياضية في مدارس مديرية مايمنة. وقال مدير مدرسة مايمنة الابتدائية الأستاذ يمان تسفاي في النشاط الذي يشمل الأدب ومسابقة المعلومات العامة ومنافسات ألعاب القوى بأن هذه الأنشطة تجري إلى جانب التعليم الأكاديمي لرفع قدرات الطلاب تعليميا وبنيويا. وذكر بأن هذه البرامج تساعد على تعريف الطلاب على هواياتهم وقدراتهم وتطويرها والحفاظ على ثقافتهم وزيادة الاهتمام بالرياضة. وأوضح مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ بهتا واللاي أن البرنامج مهم لتنشئة الطلاب بالفنون والآداب والرياضة. نظمت لجنة ذاكرة نجوم الفن الإريتري التابعة لجمعية الموسيقيين الإريتريين حفلا موسيقيا في سينما روما يوم 27 من ديسمبر في ذكرى الفنان الراحل يمان جبر ميكائيل باريا بحضور كبار المسؤولين في الحكومة والجبهة. بدأ برنامج ذاكرة نجوم الفن الإريتري لإحياء ذكرى فنان البلاد الذين أسسوا أرضية دائمة للفن والثقافة والهوية كصوت معبر عن مجتمعهم. وقد انطلقت الفكرة في منتصف عام 2022 بمناسبة مرور ربع قرن على وفاة الفنان يمان جبر ميكائيل باريا. وبفضل الزخم الذي خلقته تلك الذكرى فقد أفضت إلى مستوى أفضل من التنظيم والبرمجة. وكجزء من هذا الحدث تم تدشين كتاب عن حياة يمان جبر ميكائيل باريا في أغسطس عام 2024 ومن المقرر إنتاج فيلم وثائقي عنه في المستقبل. وقدمت في المناسبة أغاني يمان باريا قدمتها فرقة نجوم ريم التابعة لمفوضية الثقافة والرياضة. مشاهدينا الفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. ابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. أعلن السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي أن الرئيس الإيراني مسعود بيزكشكيان سيزور موسكو في 17 من يناير المقبل، مشيرا إلى أنه سيوقع على اتفاقية للتعاون الشامل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وذكر جلالي أن الزيارة ستشهد توقيع اتفاقية التعاون الشامل بين البلدين من قبل الرئيسين بيزكشكيان وبوتين. وأضاف أن خطة نقل الغاز الروسي إلى إيران ومشروع ممر شمال جنوب الذي يهدف للربط بين الهند وإيران وروسيا وأذربيجان ودول أخرى من ضمن الخطط الاقتصادية للبلدين. وأشار إلى أن نائبي رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرتشوك وفيتالي سافيليف زارا طهران لمناقشة خطة مشروع الممر وتحدثا مع الرئيس الإيراني ومسؤولين آخرين للبحث وتبادل وجهات النظر في هذا الصدد. نددت الصين بتعليقات لوزير الدفاع الفلبيني جيلبرتو تيودورو، والتي قال خلالها أن بلاده لديها الحق في السماح بنشر صواريخ أمريكية في البلاد. ونقلت وسائل إعلام عن وزير الدفاع الفلبيني جيلبرتو تيودورو قوله أن بلاده لديها الحق في السماح بنشر نظام صاروخي أمريكي في البلاد على الرغم من معارضة الصين المستمرة لذلك حسب رويترز. وقال سفارة الصين لدى مانيلا في بيان أن تصريحات تيودورو مليئة بالتحيز الأيديولوجي والمواجهة المتعصبة وعقلية الحرب الباردة. وحثت السفارة في مانيلا على أن تتراجع سريعا عن نشر منظومة صواريخ تايفون الأمريكية متوسطة المدى. أطلقت الصين أحدث سفنها الهجومية البرمائية والتي أطلق عليها اسم سيشوان في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات القتالية لأسطولها البحري في المياه البعيدة. وذكرت وكالة شينخوا الرسمية أن السفينة سيشوان التي تعد الأكبر من نوعها في الصين حتى الآن تزن 40,000 طن وتتميز بتقنيات متطورة من بينها نظام المنجنيق الكهرومغناطيسي الذي يتيح إطلاق المقاتلات مباشرة من سطحها. وتم تصميم السفينة لدعم العمليات البرية من خلال نشر القوات عبر قوارب الإنزال مع توفير غطاء جوي متكامل. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الصين لتطوير قدراتها البحرية. ومنذ أكثر من عقد تعمل البحرية الصينية على تحديث قواتها لتحقيق قدرة تشغيلية عالمية تتجاوز المياه القريبة من البر الرئيسي. في الخبر الأخير قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا أن المسبار الشمسي باركر آمن ويعمل بشكل طبيعي بعد أن نجح في إتمام الاقتراب من أقرب نقطة يصل إليها أي جسم من صنع الإنسان للشمس. ومرت المركبة الفضائية على بعد 6.1 مليون كيلومتر من سطح الشمس وحلقت في الغلاف الجوي الخارجي للشمس والذي يسمى الهالة الشمسية في مهمة لمساعدة العلماء على معرفة المزيد من أقرب نجم إلى الأرض. وذكرت ناسا أن فريق العمليات في مختبر
جونز هوبكنز للفيزياء التطبيقية في ماريلاند تلقى إشارة من المسبار. وأضافت أنها من المتوقع أن ترسل المركبة الفضائية بيانات قياس مفصلة عن حالتها في أول يناير. في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إشادة بالمشاركة الشعبية في التنمية بمديرية تسنيم. تنظيم انتخابات إدارات الضواحي في منحيلي وميعيني. تطور الخدمات الصحية في بلدة منشب بمديرية شعب. الرئيس الإيراني يزور روسيا في يناير لتوقيع اتفاقية التعاون الشامل. الصين تندد بتصريحات وزير الدفاع الفلبيني بشأن نشر صواريخ أمريكية. الصين تدشن أكبر سفينة برمائية في تاريخها. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.